تعرف ان الموظف المرن هو اسرع موظف مهما كان سنه او سن خبرته ان هو يحصل على ترقية في شركة مهما كانت كبيرة او صغيرة. ليه؟ لان ده اكتر حد عارف يشتغل تحت ضغط، عارف يشتغل وقت الازمات، وقت الديدلاينز المضغوطة، وقت المشاكل اللي ممكن تقابل الشركة اذا كان مشاكل مالية او سياسية. المرونة في العمل هي اهم صفة من صفات الموظف الناجح القابل دايما للترقية. طبعا انتوا عايشين معانا وعارفين ان العالم دايما بيتغير بسرعة كبيرة جدا بسبب الاي اي والتكنولوجي اللي بقت تغير كل البروفايلز اللي موجودة في الوظائف المتاحة في كل المجالات. ودايما الشركة دلوقتي لما بتيجي توظف كاليبر بتدور على الموظف الشاطر اللي قادر يبقى جوكر في مكانه، قادر يعمل اكتر من شغلانة، قادر يتعلم اكتر من حاجة، ويبقى مرن في ان هو يبدع فيها. وعشان تبقى مرن وتعرف تتعلم المرونة، حاول ما تكونش روح تلج بيسيح بأقرب درجة حرارة او اعلى درجة حرارة ممكن يتعرض لها. ببساطة شديدة حاول تتعامل مع الضغوط، حاول دايما ما تاخدش قرار وقت الضغط، سيب لنفسك فرصة انك تتعامل مع الضغط، ترتب بلان ليك، تعرف تجيب خطة ازاي تبقى ادابتبل مع الضغط ومع التغير اللي بيحصل في شغلك. حاول دايما تتحمل المسؤولية، اوعى تهرب من المسؤولية، اوعى تهرب من الظروف الصعبة اللي بيجيلك دايما في شغلك. خليك دايما قد اي تغير بيحصل لك في شغلك بالذات، خليك جوكر. وفي النهاية كل ما كنت مرن اكتر كل ما كانت فرصة نجاحك وترقيتك ووصولك لبوزيشن اعلى في شغلك كانت اكتر.